طب تعالوا نفكر كده ونشوف مع بعض ازاي نبني السيستم بتاعنا. خلينا نقول ان السيستم بتاعنا ده هينقسم لشقين، حاجة اسمها work flow system او نظام العمل، وحاجة اسمها بايو سيستم او اللي هو بقى بالعربي نظام الجسم بتاعنا. تعال نبدأ نتكلم عن اول جزء اللي هو الورك فلو سيستم. ده الورك فلو يعني نظام العمل بتاعنا، احنا نفسنا هنكون شغالين ازاي. علشان نرتب نظام العمل بتاعنا محتاجين نفكر بالصورة كاملة. يبقى اول نقطة، بص على الصورة كاملة، او بالانجلش think holistically، شوف الصورة كاملة. في عوامل كتير بتأثر عليك، مش حاجة واحدة. بمعنى ان احنا لو الهدف بتاعنا مثلا ان احنا نحضر الام بي اي اللي هي ماجستير إدارة الأعمال، فده الهدف. احنا دلوقتي عايزين نحط سيستم يوصلنا للهدف ده، واحنا بنحط السيستم بص على الصورة كاملة، لان في الحقيقة في عوامل كتير قوي هتأثر على السيستم ده علشان نوصل للهدف بتاعنا. يعني الهدف بتاعنا ان احنا نحضر الام بي اي. السيستم هو مش بس ان انا هذاكر مثلا كل يوم ساعتين، السيستم ده فيه عوامل كتير تانية هتأثر عليه، زي مثلا ان انت لما بترجع من الشغل تبقى تعبان، فكفاءة المذاكرة مش زي مثلا لما تقعد تذاكر يوم السبت وانت اجازة. فالموضوع فيه عوامل تاني. عوامل دي بقى تشمل زي ما لسه قايلين الشغل، تشمل ان انت حياتك الاجتماعية، انت راجل عاوز تخرج وعاوز تحافظ على اجتماعياتك واصدقائك، علاقتك الاسرية، بيتك. محتاج كمان تنظم فلوسك، لان انت مثلا الام بي اي دي بتحتاج منك فلوس. ففي عوامل كتير هتأثر عليك. دي اول حاجة، بص على الصورة كاملة. تاني حاجة، ابني سيستم ريبيتابل. يعني ايه ريبيتابل؟ يعني قابل ان هو يتعاد. يعني ايه؟ يعني مثلا ما تعملش حاجة تشتغل مرة ومرتين، لا، لان انت مش عارف تنتظم عليها. احنا لسه قايلين عايزين ننتظم على حاجة معينة، نحط نظام نمشي عليه لدرجة ان هو يكون بلتن جوانا، كأنه حاجة مغروسة جوانا بتشتغل اوتوماتيكلي عن طريق البيزل جانجليا، مش عايزين نقعد نفكر فيها. فقاعدة مهمة او جزء مهم هو ان السيستم اللي احنا هنبنيه ده يكون ريبيتابل، نقدر نكرره من غير ما نحتاج نحط مجهود علشان نكرره. فأول حاجة بعد ما فكرنا في الصورة كاملة وشوفنا كل العوامل اللي هتأثر، الخطوة التانية هي ان احنا نبتدي نرتب الحاجات دي عن طريق ان احنا في الاخر نوصل لسيستم، نظام ريبيتابل، قابل لان احنا نعيده تاني كذا مرة، قابل للتكرار. وتالت نقطة هي ان انت ما تستعملش الحلول السريعة. فيبقى الفكرة كاملة دلوقتي علشان نحط الورك فلو بتاعنا محتاجين نعمل 3 حاجات. اول حاجة نفكر في الصورة كاملة ونكتب كل العوامل اللي هتأثر عليها. دي تشمل مش بس الحاجة الرئيسية والأساسية، زي مثلا في المثال بتاعنا تحضير الام بي اي، تحضير ماجستير إدارة الأعمال. الحاجة الأساسية هي المذاكرة، لكن في عوامل تانية هتأثر عليها. اكتب كل الكلام ده، رتب الحاجات دي ورتب أولوياتك بحيث ان انت توصل لسيستم قابل للتكرار، مش حاجة تتعمل مرة واحدة. اسمه سيستم، نظام، عشان هو قابل للتكرار. تالت حاجة، ما تلجأش للحلول السريعة.